احلى حاجه لما تبقى انت عامل الفطور، ارتاح انا بقى. انت النهارده اجازه بقى. انا هتبل الفراخ بملح وفلفل وشويه بابريكا وجنزبيل ومعلقتين زيت. هسيبها ساعه في التتبيل وقبل الفطور بقى نشوحها. يعني الفطار النهارده فراخ مشويه؟ لا، انا عامل لكم اكله حلوه بقى. اتقالي بس شويه هتعرفي. ما نشوف. هسخن الطاسه واحط زيت زيتون وفصين توم والزعتر واشوح الفراخ. هي بتاخد 3 4 دقايق على كل جنب لحد ما توصل للون الذهبي الجميل ده. وبعدين بنغطيها ونهدي النار عشان تستوي. عبال ما اخلص بقى عايزك تقطعي لي شويه بصل وتوم وفلفل الوان، وعايز شويه زيتون اسود وتشيلي منه البذر. وللاسف ما عنديش زيتون اسود بقى، ما فيش غير الزيتون المخلل ده. مش مشكله، هنمشيها كده المره دي. معلش. البهارات بقى ملح وفلفل واوريجانو. عصرتي لي الطماطم اللي قلت لك عليها. ده على اساس ان انا اجازه النهارده. معلش بس. وناوليني بقى برطمان الصلصه من التلاجة. هتزود صلصه وايه كمان تاني؟ ونص معلقه خل ونص معلقه سكر. ونسيبها تتسبك بقى. يا وعدي على الريحه اللي طالعه. وبعدين نزود الميه ونسيبها تكمل تسبيك عبال ما تسلقي لي المكرونه بقى. كمان انا اللي هسلق المكرونه؟ معلش بس، المهم هتاكلي اكله حلوه. ماشي. بصي بقى، هي اصولا الفراخ بتنزل في الصلصه وتاخد اخر تسبيكه. بس انا ما بحبش اضيع طعم تشويحه الفراخ. طب وماله، كل شيف وليه طريقه. المهم ناكل بقى. ما احنا خلصنا اهو. يلا بسم الله.